بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ استطلاع الرأي عن مباراة مصر وبلجيكا، ومعانا أبو جهاد الفلسطيني. تمام، عايزين نعرف رأيك النهاردة عن مباراة مصر وبلجيكا النهاردة إن شاء الله الساعة 10 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنتمنى الفوز طبعا لمنتخب مصر، لكن والله دي مباراة قوية جدا، لأنه منتخب بلجيكا عنده لعيبة كبيرة قوي ومحترفين، وعنده حارس المرمى ريال مدريد. فأنا توقعاتي لا سمح الله يعني بس مصر تتغلب 1-0 والله، لأنه مباراة قوية دي، وأتمنى الفوز ليها. لكن الفريق بلجيكا قوي، لكن أنا 1-0 ما ضدي لبلجيكا وبس، وربنا ان شاء الله ييسرها الحال. من رأيك التشكيل اللي يبدأ بيه كابتن حسام حسن ايه النهارده؟ وهيبدا بتشكيله هيبدا تشكيله حلوه كده، وهينزل وانت مش عارف لعيبة المنتخب المصري فلسطين ولا ايه؟ مش كتير والله، ما اعرفش. انا بعرف زيزو، بعرف مين. قول لي. تمام، اكيد عارف العالمي محمد صلاح. اللي انا نفسي يكون قاعد على الدكه النهارده. محمد صلاح، ايوه صح، محمد صلاح مرموش امام عاشور. وان شاء الله ربنا يسهلها معاهم، بس والله المنتخب اللي قدام منه هيكون قوي جدا، وانا بتمنى الفوز لمنتخب مصر، لكن والله انا بقول ان النتيجه هتكون 1-0 لصالح بلجيكا. تمام، اشكرك ابو جهاد، وان شاء الله نتمنى الفوز لمنتخب مصر ان شاء الله يا رب. ومن قلب الحدث ومن قلب الشارع زي ما قلنا ان احنا قهوه الغلابه يا ابراهيم يا فايق، يا كابتن ابراهيم فايق، احنا قهوه الغلابه. فاحنا بنتكلم دايما مع الشعب ومع الغلابه، ومعانا ان شاء الله لقاء مع الغلابه في كل مكان في كل وقت وحين. والسلام عليكم مرة تاني. معانا عبده تمام من عين شمس، وهيقول لنا توقعه النهارده عن نتيجة مباراة منتخب مصر وبلجيكا. اهلا بك يا عبده. اهلا بيك يا استاذ علي. ان شاء الله نكسب 3-0، محمد صلاح، تريزيجيه، وامام عاشور. ده يعني توقعك ان 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله. طيب التشكيل ان شاء الله ممكن تتوقع يكون مين؟ محمد الشناوي، ومحمد هاني، وياسر ابراهيم، ومحمد عبد المنعم، وفتوح. نص الملعب امام عاشور ومروان عطيه، قدامهم زيزو ومحمد صلاح على اليمين، وعلى الشمال تريزيجيه، وفي الهجوم مرموش. تمام، الله ينور. طيب معايا كده هو يعني انت لغيت مصطفى شوبير، يعني انت مش عايز مصطفى شوبير يكون الحارس النهارده، يعني مش الشناوي، يعني في الاول قلت الشناوي. عادي، ما الاثنين واحد. الاثنين واحد. تمام، ان شاء الله التوفيق للمنتخب ان شاء الله. تمام، وان شاء الله يكون توقعك سليم ان شاء الله يا رب. وبما اني انا بختلف معاك ان انا مش عايز محمد صلاح اساسا يبدا، وديني بقولها في كل فيديوهاتي، يا ريت يا كابتن صلاح يا كابتن حسام قعد محمد صلاح على الدكه بعد اذنك يا كابتن. شكرا يا كابتن عبد.